اللي انا اقوله ده للاسف الشديد، هو يعني هو طالع من اعلاميين بلدي. يعني هو مش طالع مثلا من اعلاميين منتخب منافس، مش طالع من اعلاميين مثلا بيكنوا لك كل شر، او باعلاميين نفسهم منتخب بلدهم هو اللي يعدي. لا، اغلب الاعلاميين وصناع المحتوى امبارح طالعين ماسكين المنتخب سلخ، بمعنى كلمه سلخ. هو ولا حسام حسن ولا ابراهيم حسن ولا محمد صلاح ولا اي حد، ماسكين كله سلخ. طب قبل بس تتكلم يا جهله، يا شويه جهله، يا شويه مرضى، ديت احصائيات المنتخب بتاعت امبارح. انت عايزه يعني ايه المطالب منه؟ ايه المطالب من المنتخب؟ او ايه مطالب من المدرب ان هو يقدر يعمله لك اكتر من كده؟ يعني انت ايه اللي طالبه؟ كان هو امبارح المفروض يطلع يسخن على اللاين مكان مصطفى محمد مثلا. هو قال لامام يضيع الفرصتين ولا الثلاث فرص اللي جم لامام في اول 6 دقائق. هو اللي قال لمرموش ان هو يشوط اكتر من 18,000 كوره ويبقى هو والجون ويضيعها. ما في حاجات غريبه برضو. ما هي بجد هي بالعقل. انتوا بتنتقدوا المنتخب بناء على ايه؟ انت بتنتقد ايه طيب؟ يعني الاحصائيات انت بتنتقد ايه؟ بتنتقد نسبه استحواذ 77%؟ بتنتقد اهداف متوقعه في الاخر 2.5؟ بتنتقد الشوط اللي هو الشوطات اللي انت شطها 35 مقابل 8؟ الشوط اون تارجت اللي هم بين 3 خشبات 11 شوطه مقابل 3؟ الدينجرس تشانس اللي هي الفرص الخطيره 8 مقابل 0؟ ركنيات 8 ليك، تسلل 3 طبعا عشان انت اللي بتهجم اكتر، تمريرات صحيحه 603 اهي. اهي عندك 603 تمريره صحيحه مقابل 113. انت هاجم 112 هجمه مقابل 55 هجمه. انت كل ده مش عاجبك؟ امال ايه اللي عاجبك يا صاحبي؟ الفينال بتاعك وصل اكس جي جون اللي هي الاهداف المتوقعه كانت لتلاتة. تلاتة. 3 اهداف متوقعه اللي هي المفروض تكون خلاص. يعني انت المفروض الماتش ده هتكسبه 3 ان ما كانش اكتر. وفي الاخر تطلع انا وانت نقعد ننتقد، وانت قد ايه يا حسام يا حسن انت غلط، وانت امال انت عايزه يعمل لك ايه؟ مش فاهم. ما انا يعني هو ايه تاني المفروض يعمله اكتر من كده؟ اللي يضايقك واللي يزعلك اكتر اللي يحزنك انه كله طالع يهاجم للهجوم. تحس ان المشكله اصبحت شخصيه مع حسام حسن وابراهيم حسن او مع المنتخب عموما. تحس ان مشاكلنا بقت معاهم شخصيه بالرغم ان احنا ما نعرفهمش، بالرغم ان احنا المفروض ندعمهم في حاجات شبه دي. بجد انا اتمنى ان الموضوع ده يتغير بجد في اقرب وقت. الموضوع بدا يبقى دمه تقيل وبدا يقف لاغلب لناس كتير قوي في الزور. بتكلم بجد والله ما بهزر. بس يا صديقي، ان وصلت للمرحله دي محتاج ان انت بجد تصلي على النبي طبعا قبل اي حاجه. تتمنى ان المنتخب البطوله دي تكون بتاعته. لايك، فولو، شير.